السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنروح النهاردة مكان جميل جدا في باب الشعرية. ده باب الشعرية. هنمشي الطريق دوت كده كأننا رايحين على شارع الجيش، وهنخش شارع كف الموزة. الشارع ده فيه كل مستلزمات الكافيهات والمطاعم. انا بحب اروح هناك. لو انت واحده ست زيي مثلا هتحبي تروحي تشتري حاجات قيمه جدا، لو بتحبي ان الحاجه تعيش معاكي تعيش معاكي فتره، يعني بشتري من المكان ده حاجات جميله جدا، بيبيعوا بالقطاع وبالجمله كمان. آه يعني في منتجات كتيره جدا، وفي كمان محل نحاس النهارده هنخش ونشوفه. من الحاجات الجميلة جدا. انا بحب الحاجات النحاس طبعا. كلكم عارفين فايدة النحاس اني ما بيتفاعلش مع الاكل وحاجات كتير جدا. ده كده اول الشارع وهنخش فيه، هنمشي فيه على طول جوه الشارع ده كله خامات مطاعم، ادوات مطاعم، يعني من فران لطاسات وادوات مطاعم عموما، وكافيهات وميزان هتلاقوا كل حاجة ما تتخيلوها خاصة بالمطاعم والكافيهات فيها. وكمان لو حبيتي انتي تشتري حاجة ليكي، من سكاكين ل لشيالة البطاطس، لحاجات كتيرة جدا جدا وكمان قيمة وغالية. النهاردة هنروح عند يوسف المعتمد لتجارة النحاس. طبعا كلنا عارفين في نحاس اصفر وفي نحاس احمر، وشايفين بقى الجمال دي اللي تحط عليها الفحم وتقدمي فيها عادي على السفرة. برادات وصواني وكمان بتاعة القهوة، حاجات من النحاس، وكمان شكلها جميل جدا، والنقش والحاجة اللي عليها وشغل يدوي، وفي شغل ليزر جميل جدا جدا وتحفة بصراحة. انا من الناس اللي عشاق النحاس والفضة. حبيت اوريكم المكان ده لانه بجد يستاهل انك تروحوه لو بتحبوا النحاس زيي. وكمان اسعاره مش غالية خالص، اسعاره مناسبة جدا لاي حد. ده طبعا عارفين مفخرة وهنخش جوه ونشوف بقى بقية المنتجات. طبعا من صواني لهون. آه عارفين انتوا البتاع الصغيرة دي اسمها طاسة الخضة. في كمان حلل صغيرة وفي كمان حلل كبيرة، ودي بالطلب. لو حبيتي يعني تشتري حلة او طقم حلل او اي حاجة، دي بتتعمل بالطلب ليكي. حلة من النحاس زي ما انتوا شايفين كده. دي حلل صغيرة، وتقدري تقولي له على اي حلة من، يعني مقاس حلة معين انت عايزاه تقدري وهو بيعمله لك. طبعا البرادات والكاسات البرادات اللي فوق ديت البرادات اللي فوق، وكمان دماسة الفول. الحاجات دي الديكورات عموما. كل دماسات الفول دي طبعا ديكور يعني، لكن الصواني دي تقدري تستخدميها عادي جدا، تقدمي فيها. والفازات. وزي ما انا بوريكوا حلال كتيرة باشكال كتيرة. دي طاسة الخضة يا جماعة، كان زمان بيسموها طاسة الخضة. وكمان البرادات باشكال كتيرة. دول تلات مباخر بردك نحاس. ودي بردك حلل صغيرة، او زي طاسة صغيرة كده. طبعا اشكال الحلل عنده كتير، وزي ما انا قلتلكوا لو عايزين حل مقاس معين 26 المقاس اللي انت عايزاه هو بيعملهولك. طبعا البرادات اللي فوق ديت، وكمان المكحلة، وكمان صينية بتاعة الفاكهة بردك من النحاس، شكلها جميل جدا تحفة. ودي برادات في مودرن، وفي كمان من العصور الوسطى، من العصور العثمانية كمان. يعني البرادات اللي فوق دي من العصور العثمانية، لان لو درسنا في التاريخ شوية هنعرف بس نفتكر. كمان زي ما انا قلتلكوا في حاجات للديكور، شمعدانات. ودي اشكال تانية من البرادات والكوبايات والكاسات. ده النحاس الاحمر والنحاس الاصفر. كمان احجام كتير جدا من الصواني عنده باشكال كتيرة جدا،
والنقوشات والرسومات اللي عليها تحفة. ده البراد اللي هو من عصور عثمانية، كان ده بيبقى شكله مميز جدا. ليه؟ والبرادات دي طبعا مع الوقت كل اشكال البرادات اللي مرت علينا هتلاقوا فيها يعني رسومات جديدة واشكال جديدة. وكمان زي ما انتوا شايفين احجام البرادات الكبير والصغير حسب المقاسات اللي انت عايزاها. وزي ما انا قلت لكم طبعا النحاس من الحاجات اللي مبتتفاعلش مع الاكل ومش مضره خالص، من احسن انواع الحاجه اللي كنت ممكن تستخدميها للاكل، الغير مضره جدا خالص يعني. وطبعا اي صينيه من الحاجات ديت اللي ورا دي دي ديكور، مش ما ينفعش تتقدم عليها. لكن الصواني اللي تحت دي كلها صواني تقديم، صواني تقديم عشاء او صواني تقديم في الصينيه الكبيره دي. هوريكم الاحجام كلها. كمان ديكورات من النحاس فظيعه يعني، جميله جدا ممتعه كمان. كل الاطباقه دي اطباق التعليق مكتوب عليها. واللي الصواني دي كلها صواني تقديم. برادات كتيرة بأشكال كتيرة جدا جدا فوق ما تتصوروا. بصوا شكل الصواني يا جماعة اللي ورا دي، بصوا الحلل حاجة فظيعة وأشكالها جميلة جدا. طبعا الكبيرة دي مبخرة، واللي ورا دي صينية عادي جدا ممكن تحط على النار عادي جدا. كل الحاجات ديت الصغيرة دي ديكورات. وكوبايات الشاي والبراد الصغير ده برضك اللي هو حد يعني صاحب مزاج كده وعايز يعمل كوباية شاي على قده. ودي طاسة الخضة زي ما انا قلت لكم، كان زمان بيسموها طاسة الخضة، معرفش ليه يعني او ايه قصتها، بس معرفش او يمكن ما عنديش معلومات كتيرة عنها يعني. وده دماسة فول. كل دماسات الفول دي طبعا ديكور يعني، مش تنفع تتحط على النار او كده، بس عادي يعني لو حد حب يحطها، بس ملهاش لازمه، هي ديكورات بس. اما كل حاجه ممكن تستخدميها في الاكل ونار مباشره وكل حاجه. والحلل وكل الحاجات دي بتحط على النار، والبرادات كمان. هي دي طاسه الخضه بقى اللي بقولكوا عليها، اللي في النص دي كان بيحط فيها ميه كده والبراد ده يبقى فوق الكلام ده يعني. دي بعض الصور برضه خدتها من المحل وحبيت افرجكم واحده واحده. لو الجولة عجبتكم ما تنسوش لايك كتير وشير كمان وسبسكرايب للقناة، واشوفكم دايما على خير في جولة جديدة مع روبي.